السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. قبل ما نبداو الفيديو ديروا جيم للفيديو واشتركوا في القناة ونروحوا لموضوع اليوم. كما شفتوا في عنوان الفيديو كاين اشياء محذوفة، اشياء ما ذكروهاش في الحصة، كاين بزاف مستجدات حول هذه القضية. تبعوا الفيديو للاخير لانه كل دقيقة من هذا الفيديو راهي مهمة بزاف ومهمة يعني في هذه الحكاية. كما قلت لكم بلي لما نسمعوا بزاف قصص في المجتمع تاعنا على الفرمليات اللي بيعوا لي بيبي تاع سبيطار اللي يخونوا الدراري، ما يامنوش بزاف. اغلبيه الناس يقولك بلي هذه قصص خياليه وما كاش كامل في الواقع. شوفوا اللي يعرف حكايه كيما هذه ولا حكايه كيما تاع فاطمه يخلي لي هنا في التعليقات يكتب لي الحكايه، لانه راه عندنا قناه للقصص رانا نعرضوا فيها قصص تاع المجتمع الجزائري. بعثوا لي قصصهم وانا نعاود نحكيها باسلوبي الخاص. راح نخلي لكم الرابط تاع هذه القناه في اول تعليق مثبت. اذا قصه فاطمه القصه اللي بكات كامل الجزائريين لما حضرت في الحصه وحكات حياتها. المراه اللي باعوها يعني من اللي زادت هي من مراه لمراه تتباع حتى وين قعدت تتربى وتكبر عند أبشع وأحقر خلق الله تعالى. كما قلت لكم كاين اللي قال باللي جميلة هي أمها الحقيقية، شكوا باللي هي الأم تاعها الحقيقية، وإلا فلماذا تذهب إلى فرنسا وتقعد تصرف عليها. لكن فاطمه حضرت وقالت باللي كانت يعني موجدتني للعاقبه تاعها. كاين بزاف اللي يسرقوا دراري، يخونوا دراري، يربوهم، يقول لك نلقاهم في العاقبه تاعنا. المهم كاين اللي قال لك علاش باعتها وشراتها، يعني مادام ما هيش قاده للمسؤوليه وعارفه بلي راهي عندها الحلم الفرنسي باغي تروح فرنسا، نورمالمون اصلا ما تشريهاش وما تروحش تعاود يعني تمدها لعائله ما هيش عارفه كيفاش اصلا تتعامل معها. كاين بزاف اللي لاموا جميله. روحوا اولا نهضروا بالمختصر المفيد شصرا في حكايه فاطمه. شوفوا ملي زادت نورمالمون زادت في سعيده، كانت كاينه فرمليه اسمها حليمه. تبعوا معايا الفيديو الاخير دوك نحكي لكم حليمه شصرا لها حاليا. كاين اشياء ما ذكروهاش في الحصه، راح نحكي لكم حليمه شصرا لها. فاطمه شصرا لها في السنوات 10 سنوات الاخيره صرا لها حاجه ويعني ما هضرتش عليها في الحصه. تبعوا الفيديو للاخير. اولا قلنا باللي جميله انسانه ما تولدش، ما عندهاش دراري، قررت انها تشري طفله يعني توجدها العقبه تاعها بما انه هي وزوجتها ما يولدوش. فدارت فكره في راسها انها تشري طفله. راحت دبرت فربليه قالت لها بلي بنشري عليك غريانه، دبري لي بيبيه. دبرت لها هذه فاطمه ومدتها لها يعني شرتها بالدراهم. كي سقساها يعني منشط الحصه قال لها يعني هاد الطفلات من هادو البنات ولا هادو اللي بيبي اللي يبيعوهم منين يجيبوهم؟ اكيد هذه حليمه بعد الشبع على نفسها، اكيد راهم يكذبوا على النساء اللي ولدوا، يقول لهم باللي ولدك مات. لانه في واحد الفتره بزاف يعني الناس شفتهم داروا تعليقات قالوا باللي كي يموت البيبي في السبيطار تاع الدوله ما يمدوش للاهل، يقولوا لهم السبيطار هو اللي يتكفل يتكفل يعني بالدفينه وكامل. يعني السبيطار هو المسؤول ماشي العائله، يعني بكري ماشي دروك الان والله اعلم. المهم قالت لها باللي هذه حليمه تدي يعني تلم الاطفال غير شرعيين من عند الامهات تاعهم. كاين بزاف اللي يديروا غلطات ويكون عندهم اولاد غير شرعيين، يحوسوا وين يمدوهم، يعرفوش وين يمدوهم لهذه الفرمليه هذه تبيعهم للناس اللي ما عندهمش الاولاد. هكا قالت جميله اللي جابوها. المهم جميله جاتها يعني فرصه انها يعني قالت بلي داروا لي مديره في الدار ما نقعدش مع الزوج تاعي، هربت من عند راجلها راحت فرنسا عند خوتها. من بعد خلت هذه الطفله عند وحده اسمها فاتحه. هذه فاتحه انسانه سحاره على قول فاطمه، يعني انسانه ما تمشيش نيشان خاطئه الطريق وكاع الجوارين يخافوا منها، وانسانه سحاره كما كتقول هي. المهم كانت معذبتها تجوعها بكل الطرق. كنا نشوفوا هذاك الرسوم المتحركه الميكي تاع كوزيت اللي مرت باباها كتحاقرتها وكانت يعني تعذبها وكانت دايره فيها الويل. كنا نشوفوا هذاك يعني الرسوم متحركه مجرد تمثيل ولا مبالغه من اجل لفت الانتباه يعني باش يكون ميكي شباب. لكن هذه الاشياء تصرى في الحقيقه وكاينه في الحقيقه. هذه رباتها ماهيش زوجة أب تاعها، راهي رباتها لكن شاف يعني الا خرجتها الويل ورات لها الويل. كانت تصومها باليومين، كي تزعف منها تصومها باليومين. قالت لك باللي القوطي تاع الحلوى الترك كي كتخون منها تقضبها وتدورها لها في فمها حتى يوصل هذاك الحديد توصل لها للعظم، يعني باش تعرفوا باللي كاين اللي قلب تاعهم ما فيهش الرحمه.
والمشكل فاطمه النداء اللي دارتها في الحصه دارتها لحليمه، هذيك الفرمليه اللي باعتها للجميله باش تخبرها اصلها شكون، لكن حليمه ما قبلتش الدعوه. يعني هشام الصحفي هما اللي داروا الفكره انهم يجيبوا هذه الام اللي شراتها نهار الاول باش يعني يعرفوا من عندها الحقيقة. ممكن كاين هضرة ماشي نيشان. المهم جابوها وتأكدوا يعني من الكلام بالدليل. حتى فاطمة قالت لهم بلي تقدروا تشوفوا الجسم تاعي كانت تقلع لها، أمنوا وقعدوا اللحم تاعها بالكلاب. تخيلوا اللحم، طفلة صغيرة اللي ربيتها تقدر بالكلاب وتقلع لها اللحم تاعها بالكلاب. يعني نجم نقولوا هذه استعارة، ولا نقولوا نقلع لك اللحم بالكلاب. يعني هذه كيما نقولوا غير كيما نقولوا تشبيه، استعارة. لكن هي عاشتها فعلا، عاشتها فعلا. وجامي كلات الحلوى ولا عطاتها تشري الحلوى، ولا كانت كنت ناكل الحلوى مطرة في اللات، كانت على الدراري طايحة ولا شروينغ ممضوغة مقيوسة تروح ترفدها وتمضخها باش تحس بلي راهي تاكل في الشروينغ. والله قطعت لي قلبي. المهم هذه فاتحة وربي خلص فيها. شصرا لها واحد الخضرة كانت كاينه هي سحارة. فاطمه تحكي قالت هي سحاره، جات ليها واحد المراه. هذيك المراه قالت لها باللي الزوج تاعي ديري له. دارت له. هذيك المراه اللي جات عند فاتحه اللي رباتها تابت. كي تابت يعني خبرت الزوج تاعها واش كانت تدير له. هذاك الزوج قتل ديك الزوجه تاعه، وزاد جا دخل عند هذه فاتحه وطعنها طعنات قال لك هما يغسلوا فيها والدم ما حبش منها تماما، قاعد الدم غير يخرج منها. هنا باش تعرفوا باللي مول الشر يموت ذليل. يا قعد قلت لكم الدم الاخر منها. ومشكل كيف فاطمه راحت تزوجت وراحت جابت بنت واحده اخرى صغيره في عمرها 4 سنين، جابتها رباتها تاني. واكيد باينه سرقوها ولا خونوها ولا كيما صار فاطمه. هذاك اللي قتل فاتحه هو نفسه اللي قتل هذيك الطفله الصغيره مسكينه براءه، راحت يعني في الجره. دروك نروحوا نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي شفناها متكررة بزاف في التعليقات. قال لك كيفاش الجوارين يشوفوا فاطمة تاكل هذاك الهراوة اللي كتاكل فيها وهذيك الحجرة اللي كتتعرض لها واحد منطق. درك نخليكم الإجابة في التعليقات. نحاول كل سؤال جا في بالكم نجيب لكم الإجابة تاعها. قلت لكم حد فيها أنا كيفاش الجيران ما شكاوش بها، كيف كانوا ساكتين على الشيء اللي صرا لفاطمة. هذه جارتهم تحكي قالت فاطمة كانت جارتنا مسكينة، واش حكات صح، كانت مسكينة تعاني بزاف. اللي كانت مربيتها كانوا الناس يخافوا وما يقربوش بابها، يعني كانوا يخافوا منها بزاف ما يقدروش يقربوا بابها. هذه هي الإجابة تاع الجواري. الناس اللي تسقسي على حليمه كي صرالها، هذه حليمه اللي باعتها الجميله كي صرالها قالك القابله شبت النار ما زالت عايشه وراهي مريضه هنا في سعيده، انفضحت والناس عرفتها. يعني دروك راهي مريضه والناس عرفوها، يعني بالحكايه تاع فاطمه عرفوها شكون وراهي مريضه فلاش. وكامل الناس راهي تدعي عليها، مش كامل الناس، كامل الجزائر راهي تدعي عليها. وهذه راهي كيما نقولوا درس للناس اللي يولدوا في السبيطار تاع الدوله. اي واحد ولا وحده، يعني واحد يدي زوجة تاعه للسبيطار تولد، ولا وحده تروح ويقولوا لها الولد تاعك مات، لازم تطالبي بالجثه تاع الرضيع تاعك وقولي لهم باللي انا اللي ندفنه، ما تدفنوه ليش. وحرني على هذه الحاجه لانه بزاف كاين اختطافات بالجمله يستعملوا هذه الطريقه ومن بكري. وكاين بعض الولايات اللي يمدوا الرضيع الميت ولا الجنين الميت يمدوه لوالديه هما اللي يدفنوه. بصح كاين اللي مازالهم لحد الان يقولوا بلي الجنين مات ولا الرضيع اللي زاد مات، لكن ما يبغوش يمدوه للوالدين تاعه. وهنا كاين ان انتم لازم يعني توقفوا على رواحكم وتوقفوا على الولد تاعكم. ربما كي تحرنوا لهم تبان الحقيقه وتاكدوا بلي ولدكم ما ماتش. يعني مجرد راهم دايرينها تجاره يتاجروا بالاطفال في السبيطارات. لك يا سعيدة وش راه صار فيك. شوفوا هذا التعليق قالك واحدة فاميلتي تاني سرقوا لها بنتها في السبيطار حتى كبرت باش عرفت من الشخص اللي رباها وسرقوها في سبيطار سعيدة. ردوا عليها قالوا لها بلي هذه فاميلتك نورمالمون ترفع قضية على حليمة تكون هي اللي سرقتها وباعتها. يعني راكم تشوفوا ما كاينش من هذيك القضية تاع ابناء غير شرعيين ويتبيع فيهم. ولدتها في السبيطار وتاع سعيدة، يعني نفس القصة تاع سعيدة. والمراه هذه عرفت بنتها من الشخص اللي رباها، يعني الشخص اللي رباها تلاقات بيه قال بلي هذه انا ديتها ربيتها. الام عرفت يعني بنتها باينه اكيد بلي تعرف بلي نهار اللي زادت فيه بزاف امور يخلوها بلي تعرف بلي بنتها ولا ماشي بنتها. وين في سعيده
يعني هذه حليمه ما راهيش كما نقولوا ضبحت غير عائله واحده، راهي مئات العائلات اللي سرقت لهم اولادهم وباعتهم. دوك نشوفوا هذه حليمه وين راهي عايشه واش راهي دير. هذه حليمه واه صح راهي مريضه دروك، بصح راهي ضربتها حجه مور حجه، كل عام دير حجه وكل خطره دير حجه ودير العمرات، كل خطره دير عمره. وين ساكنه؟ ساكنه في فيلا، فيلا واحد ما كسبهاش. دوك نشوفوا التعليق اللي يهضر على هذه النقطه. هادو الناس تاع سعيده اللي يعرفوها ويعرفوا خرابيبها، قالك يا حليمه واش درتي؟ ولاد الجزائر كل بعتيهم وعذبتيهم وراكي ضربتها حجه مور حجه، واش راهي قارع فيك نهار توقفي مع فاطمه بين يدين القهار الجبار العادل المنتقم. يا حليمه خافي ربي. فاطمه قالت الكونسير كلاني من الداخل. شو راكم نشوفوا اش قالت؟ كلاني من الداخل يعني ما تضمنش روحها تعيش. يهديك ربي يا حليمه، طفي الجمره اللي كويتيها بها وشوفي لهذوك ولادها. كون تموت فاطمه واش تاثير والحزن اللي قارع في ولادها. وليدها راه راجل لكن في مرحله عمر خطيره، يعني عقله راه يطرطق بلا تخمام وتفكير في مصاب امه. بلادنا فيها المليح والصالح والصليح والشرير. يا حليمه عشتي في فيلا فاخره، يعني كنتي تكسبي ملايير من بيع تاع الاطفال. كون جاو مخابرات تحقق، كون راهي كشفت العجب العجاب. ما صدنا نزيد نقول يا حليمه، حياه ظلم اللي عاشته فاطمه بسببك، وين راكي حابه تزيدي ترقدي. ونروحوا نشوفوا الحاجه اللي ما فصلوش فيها وما هضروهاش في الحصه تاع هذه حياتي، ولا الحصه تاع حياه جديده عفوا، في قناه الحياه. انه كما على بالكم القنوات منافسه لبعضها، يعني قناه الحياه ما تروحش دير اشهار قناه الحياه ما ديرش اشهار قناه النهار، وقناه النهار ما ديرش اشهار قناه الحياه ولا قناه الشروق، يعني كل واحد يهدر على روحه. المهم هذه فاطمه قبل 10 سنين، راكم تشوفوا الصوره راهي امامكم، قبل 10 سنين راحت الحصه تاع عائشه لكم عاقلين عليها. شوفوا فاطمه ملي كانت صغيره، قالك فاطمه تجد امها بعد 30 سنه من الحرقه. يعني فاطمه راحت الحصه تاع هذيك عائشه تاع قناه الحياه تاع ما قبل ما وراء جدران ولا حاجه هكا، وعرضت حكايتها وصابت الام تاعها وسلمت عليها وفرحت. وشمس الدين مات بكى عليها وقعد غير يبكي عليها، ووجه نداء وقال باللي يعني الناس هذو اللي راهم يبيعوا الاطفال وقاعد يعني حسابهم وعقابهم يوم القيامه عسير عسير عسير. يفرق بين يعني الرضيع والام تاعه. المهم فرحت فاطمه وراحت عندهم وعاشت معهم في بلعباس. هذه الام اللي لقاتها في بلعباس، راحت وعاشت معهم 4 سنوات كامله. هذا التفصيل ما هضروش في الحصه. 4 سنين كامله عاشتها معاهم. من بعد فاطمه راحت لهذاك الفيديو تاع قناه الحياه وراحت خلات تعليق وقالت لهم يا ناس، الام هذيك اللي تلاقيتها راني درت لاديان معاها وتلاقيتها واكتشفت باللي ما راهيش الام تاعي. واللي ما صدقش نخلي لكم التعليق تاع فاطمه. هذه فاطمه خلات هذا التعليق، قلت لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خاوتي، انا هي فاطمه اللي كنت ابحث عن والدي الحقيقيين واللي لقيتهم في سيدي بلعباس ماشي هما للاسف، وخرجت نتيجه لاديان في 2018. ادعيوا معايا نلقى والدي الاصليين يا خاوتي يا ولاد بلادي واجركم على الله. يعني هذا التفصيل ما هضروش. هذوك العائله عاشت معاهم تخيلوا 4 سنين ودايره باللي راهم والديها. ولاديان باش تخرج الغزيلة تاعها في الجزائر تقعد سنوات، يعني قعدت معاهم ما جاي يخرج هذاك لاديان، حتى كانت يعني والفتهم ووالفوها وحتى امنوا وصدقوا باللي راهي بنتهم. ماشي كما تونس بالخوف يخرج الغزيل طبعا، يعني ما تبطاش بزاف. وكاين اللي تعاطفوا مع جميلة وقالوا باللي حتى هي نحس نعاونها، ما عندهاش أطفال، خمت أنها تربي طفلة ولكن القدر خلاها تبعد عليها، والقدر هو اللي فرقهم. ولو كان ما كانت عندها نية حسنة ما راحش تصرف عليها، ولو كانت عندها نية سيئة ما راحش تخليها عند امرأة ودايما تعيط لها وتسقسي عليها. وكاين اللي قالك جميله قصايريه وطعفت تقصر وعجبتهم العقليه تاعها. قلت لها حبيبه الفايده في الحنانه ماهيش قادره على مسؤوليه طفله ما تشريهاش. من بعد تمدها لوحده مشعوذه دارت فيها الباطل، ربي يسمح لها برك. هي حبت تدير الخير صحيح وكامل بكينا معها، لكن الشيء السلبي في التصرف اللي قامت به ما نقدرش على المسؤوليه. من ما تمرضش الطفله وما تجيبهاش، ما تمرمدش الطفله وما تجيبهاش.
على اساس تربيها، لانه صح تخلات عليها ورماتها لوحده مريضه. الدراهم اللي كانت تبعتهم ما همش كافيين، وتزيد تقول لها ما تلومينيش. مهما كانت الظروف هي المسؤوله الاولى والاخيره على معاناه البنت. وزيد الاثم اللي راهي تحمل فيه التبني من المفروض يفهموها، لانه التبني حرام، وتصفي ذنبها مع ربي سبحانه قبل فوات الاوان. والله المستعان. كما على بالكم الكفالة هي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يعني سمح بها يعني في الإسلام أنك تكفل الشخص، لكن باش تعطيه الاسم ولا كما نقولوا اللقب تاعك يقولوا باللي هذا تبني وحرام. التبني حرام، لكن لحد الآن المشكل أنه هذه جميلة الآن راهي عايشة في دار العجزة، وفاطمة تزوجت وراهي في دارها ومع وليداتها. والشي اللي ضر اكثر انه فاطمه حكات كلش، حكات معاناتها مع هذه فتيحه، حكات المعاناه بالتفصيل، لكن ما هضرتش على الكونسير اللي راح حكمها. حتى الابن تاعها دخل وهضر على الام تاعه وقال بلي حتى الام تاعي راهي مريضه. وكي سقساها قال لها بلي شحال عندك ما زرتيهاش، قالت لها 10 سنين. تخيلوا اجابتها، مدتها العائله قاعد تصرف عليها تكبر فيها وتمد لها في الدراهم في طوع باش كي تكبر تلقاها. لكن شوفوا يعني الحيله ماشي مليحه. حسبت باللي كي تصرف عليها وتكبرها راهي توجد فيها في المستقبل، كي تكبر ترفدها. لكن شوفوا الشسره الان راهي عندها كما قالت لك، كما قالت للصحافي 10 سنين ما زارتهاش. 10 سنوات. لو كان ماشي صحافي عرض هذيك جميله للحصه، لو كان ما تلاقاتش بها اصلا، ما تحوس عليها، على خاطر هي السبه اللي خلاتها تعاني في هذه الحياه وخلاتها مرمده عند هذيك المشعوذه اللي مرت لها حياتها ونفسيتها وكل شيء. كاينه واحد النقطه مهمه تفرجت عند هذاك المحامي كورتل، يعني بين قوسين عند المحامي كورتل. اختها وحده سقساتها، عيطت لها في التليفون، قالت لها باللي هل نقدر جبت وحده نربيها واني خايفه تلقى عندها مشاكل في الدراسه وكذا، هل نقدر نعطيها الاسم تاعي يعني اللقب تاع الزوجين؟ قالها باللي في القانون الاسري تاع الجزائر يقدروا يعطوك اللقب تاع ما يدخلش في التبني، ما يسموش تبني، كفاله عادي، ويعطوها اللقب تتمشى به، لكن يحرموها من الارث. تكون يعني اللقب عطاوها لها غير باش تتمشى به، تقرا به، تخرج به الاوراق فقط. يعني هذه كاينه في القانون والدستور الجزائري. يعطوك اللقب عادي، لكن يحرموا هذاك اللي تبناوه، يحرموا اللي تكفلوا به، يحرموه من الورث، لكن يعطوه اللقب عادي. يعني راهي كاينه الان في القانون الجزائري. نغلقوا قوس ونرجعوا لموضوعنا. وكاين فئة من المتابعين شكوا في هذيك جميلة وقالوا باللي حسب الرواية تاع قصة فاطمة نستنتجوا أن الأم الحقيقية والبيولوجية هي جميلة، لأنها مدت لها اسمها أولا وكانت تصرف عليها. لو كان جات صح مربية نتاعها والله تسمح فيها عادي. سير فاطمة عند جميلة، حتى المنشط قالها هذه أمك إذا بعثت تتعب باطل. وزيد الشبه الكبير بيناتهم، قصة القابلة مجرد مسرحية، لا ماشي مسرحية، حليمة يعني حقيقة. واكتشفوا باللي كاين بزاف عائلات باعت لهم أولادهم، وبفضل هذه الحصة الآن راهم بزاف ناس اكتشفوا باللي نفس القابلة هي اللي باعت أولادهم، ونفس القابلة هي اللي كانت تكذب على الناس. الناس تفكرت باللي في السبيطار الفلاني ولدوا في العام الفلاني، القابلة الفلانية قالت لهم باللي ولدكم توفى، ولقاو باللي اسمها حليمة وتأكدوا باللي يعني حتى هما دات لهم ولادهم وباعوهم. يعني قصة كارثية ولا حقيقة، مش قصة، حقيقة كارثية، حقيقة مرعبة تستدعي التحقيق وتستدعي يعني السلطات تتدخل في هذا الأمر، لأنه هذا الشيء يعني كارثة كبيرة. كناش نتخيلوا باللي يقدروا يسرقوا أطفال عادي، والأولياء تاعهم يأمنوا الحكاية باللي ولادهم ماتوا ويروحوا عادي، على خاطر لقاو باللي الاولياء ما يطالبوش بجثه اولادهم. هنا نلقاو شوفوا هنا هو المغزى. كي ما يطالبوش بالاولاد تاعهم اللي ماتوا، اكيد يديروا واش يبغوا. المهم في الحكايه كامل هذه استنتجنا باللي فاطمه حياتها كامل وهي تحوس عليهم، حتى وين درجه وين لقات الاهل تاعها وعاشت مع عائله كاع خاطيتها وحسبتهم باللي والديها، وفي التالي خرجوا ماشي والديها، ومازالها لحد الان تحوس على اولادها. المغزى من هذه الحكايه بلي اي واحد يولد في السبيطار تاع الدوله ويقولوا له ولدك مات، يروح يدي الجثه تاع ولده ويدفنه هو بيده، ما يقارحش يدفنوا له ولده. هذه حاجه الاولى. الحاجه الزوجه،
يقول لك اللي عاش القهر وعاش عاش العنف وعاش في حياته يعني القساوة يخرج قاسي على أولاده. هذه فرضية كاينة منها 50%. صح كاينين أولياء عاشوا العنف مع والديهم وكي جابوا أولاد ولاو يعاملوا ولادهم بنفس الطريقة اللي عاشوا بها، وكاين اللي لا تأثروا بطريقة عكسية كما نقولوا ولاو حنان على ولادهم. كما شفتوا ولد فاطمة دخل الاستوديو وهضر وقال بلي الأم تاعي أم حنين علينا بزاف ورباتنا غاية، ويعني تعاملنا مليح لدرجة وين أصدقائهم يقولوا لهم بلي لو كان جات أمكم هي أمنا. هنا نفهموا باللي مكاش من هذيك المقولة تاع فاقد الشيء لا يعطيه. هذيك فاقد الشيء لا يعطيه ممكن يكون كان تأثير عكسي يخلي هذاك الأولياء يفكر في أولاده ويكون أحن عليهم من يعني التربية اللي عاشها هو. في الأخير نقول لكم كان هذا هو فيديو اليوم. خلوا لي آراءكم في التعليقات بلا ما تنسوا الاشتراك وبارطاجيو هذا الفيديو يعني في مواقع التواصل الاجتماعي.